السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. صلوا على النبي يا جماعة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. طبعا النهاردة هنفرز بقى عشان رمضان، كل سنة وانتم طيبين. جهزي بقى التفريزات كده وشوفي هتفرزي ايه. عشان رمضان خلاص دخل علينا. المفروض بقى نكون مفرزين بقى طماطم، مفرزين الفاكهة، العصاير، الحاجات اللي زي كده. ان شاء الله في الفيديوهات الجاية كلها هتبقى كلها تفريزات. طبعا جبت قفص طماطم. انا صراحة كنت رايحة اجيب يعني كمية بسيطة، فلقيت بياع الطماطم قال لي خدي القفص وهبيعهولك بسعر رخيص يعني. فباعولي صراحة ب4 جنيه، هي بتتباع ب6 جنيه ونص، اداهولي ب4 جنيه. طبعا عملت الكمية بتاعتها اللي عملت يعني. نضفت القفص كله، خدت منه بقى حطيته في درج التلاجة، والباقي كله فرزته زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا هنا بصفيه اهو. طبعا اللي بصفيه ده بيبقى للمسبكات والطبيخ وكده والصلصه والحاجات اللي زي كده، والتاني بيبقى للمحشي، يبقى صلصه المحشي اللي هو مش متصفي. طبعا بحط شويه زيت بس، بحيث ان انا ايه، طبعا بعد ما بسلقها واخليها تجيب الميه بتاعتها وكده. ما بعملش الخطوه دي الا في الاخر خالص. بحط بقى عليها زيت واسيبها بقى على البوتاجاز تغلي كام غلوه كده، بتقعد لها 10 دقايق، وبعد كده اطفي عليها. واول ما تبرد بعبيها في اكياس وكده. طبعا خلاص رمضان دخل علينا، كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وكل الامه الاسلاميه كلها بصحه وبخير وبسعاده وبهنا. ربنا يجعل الشهر ده شهر مفترج، وشهر مفترج، شهر كله خير وبركه. بس يدخل على المسلمين كلهم وعلى البني ادمين كلها بزوال الهم والغم، ويبعد عننا اي كربات، ويجعله شهر تيسير الامور لكل المسلمين ان شاء الله. طبعا هنا فرزت الطماطم اهي بوريكم، يعني ان انا لما بردت انا حطيتها بقى اللي هي بتاعه الخضار، اللي هي بسبكها، اللي هي للخضار، اللي هي متصفيه وللمحشي. بعد ما فرزتهم بقى قلت ايه، اعمل بقى شويه رز بلبن كده بكوبايه رز واحده. بصوا الكوبايه اللي هي حجمها 250 مللي دي، قلت اعمل شويه رز بلبن بقى، مش قادره اقول لكم قشطه 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 بجد. طبعا الجو ساقع واحنا بنحب في الساقعه دي يعني اعمل اي حاجه تكون مسكره. ده كيكه، ده رز بلبن. طبعا نطلع من الشتاء، بس مش قادره اقول لكم. طبعا انا طول في الصيف دايت، بعمل دايت، وباجي في الشتاء بصوا ما بتحكمش في نفسي. مع ان انا صراحه يعني ما ب... آه، آه، مظبطه اكلي ومظبطه مظبطه يعني سيستم نفسي، ومظبطه ستايلي، ومظبطه كل حاجه. بس صراحه برضو يعني ايه، مش مانع، مفيش مانع ان انا ادوق، مفيش مانع ان انا مثلا اكل طبق، مفيش مانع ان انا اكل قطعه كيك. طبعا الشتاء دايما اي حد بيزيد فيه، بس الحمد لله بقدر امسك نفسي، بقدر اقاوم نفسي، بقدر اتحكم في ميزان نفسي. طبعا هنا ولعت على كوبايه الرز، غسلتها، واول ما حسيت ان هي دخلت في السوا كده وشربت الميه اللي انا حطيتها سلقتها بيها، نزلت بقى ايه بكيس من اللبن. هو كوبايه واحده حطيت عليها كيلو من الحليب. نزلت بقى بكيلو من الحليب جايباه من عند اللبان كده، نزلت بيه على طول. ونزلت حطيت معلقتين لبن بودرة، ومعلقتين كريم شانتيه، وحطيت حوالي كوباية سكر، وهقلب كويس جدا، وحطيت ذرة ملح. مش عارفة انتوا شفتوا ولا لا. طبعا هنا بصوا البخار عامل في الكاميرا. بقلب بقى عشان الكريم شانتيه واللبن البودرة ما يكتلش، لان انا حطيته على الدافي، المفروض ان انت تحطيه على البارد. طبعا هنا جبت نص كوبايه ميه وحطيت فيها 3 معالق من النشا كبار، وهقلب بقى. طبعا اول ما احس ان الرز اتشرب من اللبن، شرب منه جامد، هنزل بقى بالايه بالنص كوبايه النشا دي، اللي هي ال3 معالق نشا ونص كوبايه الميه، وهقلب لغايه ما احس ان هي تربط معي. بصوا يا جماعه، الكريم شانتيه واللبن البودره بيدي الرز بلبن ده طعم خطير. طبعا هو ده الرز بلبن اللي انا بعمله معاكم على طول. طبعا بعد ما حسيت ان هي خلاص مسك وجمد كده وبقى كريمي زي ما انتم شايفين، كريمي كريمي يعني، الكاميرا مش ظاهره قوي. رحت حاطه كيسين من الفانيليا الباكت. طبعا هنا بقى افضي الرز. طبعا ده الفيديو بتاعنا النهارده عن تفريز الطماطم وعملت رز بلبن. اتمنى ان الفيديو النهارده يكون عجبكم. بصوا رز بلبن خطير، قشطه، عارفين يعني ايه قشطه؟ بصوا
خطير بجد، وشكله بيدل ان هو يعني ايه كريمي خالص. إيه كده الفيديو بتاعي النهارده انتهى. اتمنى ان انتم ما تنسونيش باللايك والشير وكومنتاتكم الحلوه. إيه طبعا ادعوا لي الفتره الجايه اكون معاكم باحسن الفيديوهات، وان شاء الله الفيديوهات الجايه كلها تفريزات عشان رمضان. كل سنه وانتم طيبين. ربنا يجعله شهر خير وشهر بركه علينا يا رب، شهر مفترج على الامه الاسلاميه، وما يدخل علينا هم ولا غم. وكده الفيديو انتهى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.